كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. أهلا بيكم مع أول كبسولة من كبسولاتنا الرمضانية. وكبسولتنا النهاردة هنتكلم فيها عن السحور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن السحور بركة. أنا بقى أقول لك تتسحر إيه عشان تفضل طول اليوم مركز، مش عطشان مش جعان مش همدان. أول حاجة موجودة عندنا على السفرة طبعا العيش. تسحر بعيش أسمر أو عيش دقيق حبة كاملة أو عيش قمح أو عيش شوفان، وابعد عن الدقيق الأبيض لأن العيش اللي بالدقيق الأبيض هيخليك تجوع بسرعة لأنه هيتهضم أسرع وكمان هيعلي لك سكر الدم. الحاجة التانية اللي هتكون معانا على السفرة البروتين. بروتين زي البيض زي حمص زي عدس زي طبق الفول المدمس الحلو بتاعنا، ويا سلام لو عليه معلقة زيت زيتون يبقى أخدت دهون صحية وبروتين وألياف وحديد. وكمان الفول ده بياخد في المعدة علشان يتهضم من 6 ل 9 ساعات، يعني هتفضل 9 ساعات شبعان يا بطل. الحاجة اللي بعد كده المفروض ان يكون معانا على السحور كوباية لبن او علبة زبادي. الزبادي او اللبن علشان خاطر يرطب الجهاز الهضمي ويساعد على الهضم كويس وكمان يرفع معايا المناعة. كمان المفروض يكون معانا خضروات على السفرة. زي ايه؟ قطع بقى خيار، قطع طماطم، قطع جزر، قطع فلفل، قطع خس او كابوتشي علشان خاطر يديلك ميه كويس، يبقى الجسم بتاعك واخد ميه كويسه ويديلك الياف تديك احساس بالشبع وقت اطول وما تعطش بسرعه. اتجنب اشرب ميه كتير على السحور، اشرب ميه باعتدال ويا ريت توزع الميه على طول الفترات اللي قبل السحور، وكمان الخضروات اللي انت واخدها هتديلك كميه ميه كتير في جسمك. الحاجه الثانيه اللي المفروض اخد بالي منها ان انا ما اخدش كافيين على السحور، يعني ما تشربش قهوه وما تشربش نسكافيه لانها من مضرات البول فهتخليك تعطش بسرعه. كمان اتجنب ان انت تاخد حاجه حادقه زي المخللات زي الجبنه الحادقه زي الجبنه الملح كتير علشان خاطر هتديلك احساس بالعطش بسرعه. كمان اتجنب المقليات عشان ما تعملكش عسر هضم. كمان ما تاخدش حاجه فيها سكر كتير على السحور. غلط معلومه ان احنا ناخد سكر كتير عشان خاطر يديلك طاقه. لما تاخد حاجه فيها سكريات كتير على السحور هترفع لك سكر الدم جامد وفجاه هتروح مهبط. مش صح ان انا اخد سكر كتير على السحور. لو عملت الحاجات اللي قلت لك عليها دي مش هتجوع مش هتعطش وهتفضل مركز طول اليوم. كل سنه وانت طيب.